عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم فيديو جديد، حبيت نعيشكم معايا شوية أجواء ليلة النص. كالعادة بيان سور تونس الكل عملت الكسكسي. على لايق تاعنا عادة. ما شاء الله تعديو 15 يوم من شهر سيدي رمضان. الأيامات بالحق تجري. إن شاء الله ربي يكملوا على خير، وان شاء الله ربي يتقبل منا صيامنا. دخلت الكوجينه، قلت خلي نبدا نركب الكسكسي نتاعي. بديت كيما تشوفوا اللحم قصيته دي ترونش وكل، وباش نوريكم طريقتي في تطيب الكسكسي. بيان سور راهو الكسكسي عالم كبير، كل واحد كيفاش يطيبه. انا هذه طريقتي، نحط شويه زيت، نقلي بصله في وسط الزيت، وكي تبدا تحمار شويه نحط اللحم متاعي يتقلى مع البصل هذاك، يسيبك النكهه البنينه. كما قلت لكم راهو فما اللي طيب بالطريقه هذيا، فما اللي طيب عادي يحط طماطم ولا هريسه من الاول وبعد يزيد اللحم. باش نخلي اللحم يتقلى مليح مليح في وسط الزيت حتى تتنحى منه كل الكوش الحمراء، يولي كل تحسه مش طايب، هو ما تحسه تقلى. باش نزيد فحاتي حطيت فلفل اكحل، راس حانوت، كركم، والملح بيان سور. وباش نخليه يتقلى دوبليش، وباش نزيدو شويه ماء يكون سخون من المستحسن، باش ما يفسدليش النكهه هذيك نتاع التقليه، باش ما يتحرقليش. هاكا شفت زدت شويه برك، ونخليه سله سله يتقلى هكاك، نغطي عليه. وتوا باش نضيف الطماطم، طماطم معجونه نحط هكاك مغرفه وشويه طماطم، ونحط الهريسه. لهناك الهريسه انتوما والحروريه، انا كيما شفتوا نص مغرفه هريسه، ونخلط كل شيء مع بعض. وهناك تنجمو نزيدو شويه ماء سخون كيف كيف باش تحل الطماطم بالكدا، ونحرك كل شيء مع بعضه ونخليه يتقلى. لهنا هيك سي بون، تقليت مليح الصوص نتاعي. تو باش نحط البطاطا، دونك حطوا قد ما تحبوا انتوما بيان سور، الخضره احرر. انا حطيت البطاطا، باش نحط سفناريه، وباش نحط حمص وفول. بعد باش نعبي المغفول نتاعي بالماء، الماء كالعاده سخون. لهنا كنحاولوا نحطوا ماء بالكدا باش الخضره واللحم يطيبوا مليح. وما تنساوش اللي باش نفوروا الكسكي من بعد. به لهنايا قلت ناخذ جرينة فلفل باش نزين بيهم الكسكسي. هكاك انا القرن الفلفل نقصه على 2، نحط فيه شويه ملح وشويه تابل، حسيلو يجي بنين ياسر، خير ملي ما تحطوا فيه شيء يجي كلي ماست. باش نعمر جرينة الفلفل نتاعي وباش نحضرهم تو بركه، وباش نخليهم على جنب. من بعديكا كي نجي باش نسقي الكسكسي نحطهم يتقلي. توا خليت الكسكسي نتاعي، حطيته هكا في حاجه كبيره، وباش نحط عليه شويه زيت. ولهناك جبت شويه ماء سخون نستحقه، حطيت عليه شويه كركم، شويه فلفل اكحل. لهناك عندكم حريه الاختيار، وحطيت عليه شويه ملح. لهناك تجمو تخليو ما غير فاح، تجمو تحطوا. انا هذه طريقتي. راه بالنسبه للكسكسي راني استعملت كسكسي القمح، وجاي بنين ياسر وخفيف. لهناك عندي شويه ماء دافي كيف كيف نبسس بيه الكسكسي نتاعي باش ما يجيش شايح. نحركو مليح مليح نبسو. شفتوه كيفاش ولا كعبه كعبه. تويكا باش نحطو في الكسكاس وباش نحطو يتفور. لهنايا ليتاب هذه عملتها بعد ما الصوص نتاعي بدات تغلي هكاكا، نستويه مليح ونحطو يتفور على روحه. شفتوا لهنايا وريتكم بعد شويه عملت دي تخو هكاكا في الكسكسي، جست باش يخلي لي البخار يتعدى لي على الكسكسي الكل، تتفور لي فيسا فيسا. لهناك حبيت نوريكم ليه الحشو البريك نتاعي. هذا فيه معدنوس، عظام، موتزاريلا، مفوح بيان سور. ولهناك بطاطا سمطتها وزدت لهناك رفستها ونخلطها مليح مليح. ندخل المكونات الكل وزيد حطيت فيها التن، نخلط مليح مليح وباش نخليها على جنب. بعد نوريكم كيفاش باش نعمل كعبات البريك نتاعي. هناك حبيت نوريكم الموتزاريلا كيفاش بالحق تعطي بنه بالكدا للحشو. لهنا باش نعمل ساق ولولا الكسكسي انا نسقيه ونعاود نرجعه، يعني مش نسقيش مره برك. انتوا شفتوا حطيت شويه صوص لهناك باش نخلطو مليح، وبعد باش نعاود نرجعه للكسكس
هكا التسقيه الاولى نخلطو مليح مليح. هذه ليتاب تسهل لي عمليه طبخ الكسكسي. هكا حطيت هكيكا وبعد باش نرجعو في الكسكيس. لهنا هيكا جاي وقت باش نعمل البريك. لهناك خديت كعبات الملصوقه قصيتهم كاني باش نعمل الصمصه. يجيو كعبات بريك صغار وبنين مش نورمال. ساعات خاطر تجي باش تاكل البريك تحس روحك سي شبعت ما تنجمش تكملها البريك على خاطرها كبيره وكمل مقليه. دونك هذه فكره، تاخذ الملسوقه نتاعك تقصها كيكه تخش عليك باش تعمل صمصه وتحط الحشو نتاعك وتقليها حسيلو تجي خفيفه. تنجم حتى تاكل 3 كعبات 4 كعبات تحس روحك يعني ما تكدرتش بالبريك. وبلوس تبديله وكواحد خاطر كل يوم يعمل في نفس الفورمه كان يسالش يبدل ساعات. حسيلو باش نحضر كعبات البريك وانتر طون حطيت الزيت يسخن. دوب ما يسخن الزيت باش نبدا نحط كعبات البريك. لهنا هيكا سي بون. هاكا حطيت كعبات البريك يتقلاو. لهناك قلبتهم وبعد كي يكملوا باش نهز هذوك ما ونكمل الكعبات اللي قعدوا لي. وتوا سي بون باش نفول الكسكسي نتاعي. لهناك قريب اذان المغرب باش يقعد سخون. باش نحط الكسكس نتاعي فوق الكسكسي ونصب الصوص باش ما يهبطليش الحمص ويعني الخضره باش ما تطيحليش في الكسكسي ونقعد نسيها. هكا نصب هكاك اسهل لي. ولهنا هيك عندكم ميزانكم في الصلصه. حاولوا ما تكثروش باش ما يعجنلكمش وما تنقصوش باش ما يجيكم شايح. لهنا هيك عملت تسقيه الاولى وغطيته بمنديله وخليته على جنب. كملت كعبات البريك نتاعي قليتهم وباش نحطهم في الطاوله ومن بعديك نرجع نعملو تسقيه اخرى الكسكسي هكاك خير باش يشرب على راحته وما يعجنش. كملت ليتاب هذيك هكا قليت البريك وتوا باش نعبي سلطه فرد مره. وان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير. وبالحق شهر رمضان ما شاء الله جي خفيف وتعدى فيسا فيسا جماعتين تعداو ليه. وبالنسبة للكسكسي راهو من العادات متاعنا القديمة قاعدة هكاكا متواثة مع الأجيال حتى الجاية. قعدنا ديما هكاكا ليلة النص كسكسي كل في المواسم والأعياد نطيبوا الماكلات الكل مشهورة بها كل زيدا ولاية خاطر كل ولاية مشهورة بأكلات كيما في العيد مثلا العيد الصغير كل واحد شنو يطيب. قولوا لي في الكومنتات انتم من أنا ولاية وشنو تطيبوا في العيد الصغير خاطر فما اللي يعمل ملوخية فما يعمل مدفونة برشا أكلات يعني تختلف من ولاية لأخرى. لهناك هكا جبت الكسكسي بعد ما خليته يرتاح شوية وزدته بقية الصوص وباش نخلطه مليح مليح وكا هاولاني هيك باش نحطه في طبق التقديم. وباش نوريكم طريقة تزييني متاع الكسكسي. صبيته في هذه الفخار وباش ناخد نحط المقفول بجنبي ونحط الخضرة والكل. هناك الفلفل سيبون هكا تقلي. بديت بالبطاطا زينت هكاكا. وهناك كل واحد يزين الطبق نتاعو كيما يحب ويشتى خاطر العين تاكل قبل الحقيقه وكي تبدا حاجه هكا بيان بريزونتي تبدا محليها هكا تشرهك في الماكله. لهناك فما شكون زيدا يحط الزبيب فوق الكسكسي زيدا يجيب ياسر بنين. ما شاء الله حسيلو جي كسكسي يشرح. وكما قلت لكم راه كل واحد وعنده طريقته الخاصه في تطيب الكسكسي. بالحق خاطر ساعات طيب طريقه يجيك شكون يقول لك لا مش هكا يجي الكسكسي. لا فما كل واحد يطيبه بطريقته راهو مش بالضروره الناس كل طيب كي بعضها. هناك سي بون كملت حطيت الفلفل وهزيته للطاوله. لهناك الشوربه نتاعي سي بون سخنت وما شاء الله الطاوله حضرت. ولهناك سي بون اذن الاذان. تو ما بقى لي كان باش نقول لكم شيء طيبه والى اللقاء وما تنسيوش باش تحطوا لي جيم وابوني. الى اللقاء.